السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال، في اتم صحة. النهاردة بقى وبعد غياب جايه لكم بفيديو كده بسيط وخفيف. ان شاء الله هنخلل الليمون بطريقة سهلة جدا وسريعة، هتاكلي منه بعد يومين بس. ان شاء الله الطريقة تعجبكم. انا الحقيقة يعني حد قال لي عليها فقلت يعني كده جربها. ده كان عندي ليمون فايض عندي من الليمون اللي انا خللته. طبعا احنا عارفين الليمون السنة دي كان رخيص، فخللنا يعني بكميات حلوة. وده كان فايض عندي، فانا لما عرفت الطريقة دي، هو ده حوالي نص كيلو او كيلو الا ربع، مش هيجي في برطمان، يعني البرطمانات اللي عندي كبيرة. فقلت اعمله بقى بالطريقة دي وناكل منه كده سريع. آه طبعا هنا انا عندي الليمون غسلاه، وهنا بدأت اقطع الليمونة كده. معايا بقى ليمون كبير وفي ليمون صغير طبعا. المهم ان انا يعني اقطع القطع بتاع الليمون كده تبقى يعني نوعا ما كده متساوية. فاخدت الليمونة الكبيرة قطعتها 4 تربع زي ما حضراتكم شايفين كده، والليمون الصغير يعني بدأت اقسمه نصين. لما بقى كله يعني تقريبا كده حجم واحد زي ما انتم شايفين كده. هاخده بقى اول حاجة كده، هبدأ بقى اسلقه. معايا المية يعني هتبدأ تغلي، نزلت فيها الليمون. وهبدأ بقى يعني اخلي الليمون يغلي معايا كذا غلوة كده. انا طبعا بعمله بيبقى يعني بخليه يغلي غلوتين بس، لو عايزاه يقعد يعني مدة معايا. لكن ده انا عايزه اكل منه سريع، فانت لو عايزه تاكلي منه بعد يومين خلي القشرية كده تبقى يعني مستوية معاكي، تحسي كده انها لينة ومستوية. تخليه يغلي يعني شوية كده لغاية ما يستوي الليمون. وبعد كده بقى طبعا خلاص كده طلعت الليمون بعد ما استوى. انا مش مسوياه قوي حقيقة، يعني انا يعني كلت منه بعد كام يوم كده عشان القشرية بتاعته مش مسوياها يعني قوي. طبعا المية دي انا مش هستغنى عنها، المية دي هشيلها كده، بحطها في ازازة وابدأ اخد منها احط على الصابون السائل بتاع المواعين. ريحته بتبقى حلوة قوي، وكمان بيخلي المواعين ريحتها حلوة وبينضفها. بعد كده كمان خدت الليمون بقى بعد ما صفيته شلته من المية بتاع السليق، ونزلت عليه مية من الحنفية، اسيبه بقى يبرد شوية. وبدأت احضر الخلطة بتاعتي. والخلطة عبارة عن هريسة شطة. طبعا دي طبعا كمية انا عاملاها، هاخد منها على قد كمية الليمون اللي انا هعمله، لان دي قرون الشطة ديت حامية قوي. فانا خدت معلقتين كده، والباقي ده هشيله في الفريزر برضه استخدمه في اي حاجة. وهاخد عليه كمان معلقة من حبة البركة. وكمان هاخد معلقة من العصفر. العصفر وحبة البركة بيخلوا ليه ريحة حلوة قوي. انت ممكن تعمليه بالملح مع الهريسة كده عادي، بس هو الحقيقة انا بحب بقى العصفر وحبة البركة عشان زي ما قلت لكم بيدوا ريحة حلوة قوي، وطعمه بيبقى جميل كمان. وقلبت الملح مع هريسة الشطة مع العصفر مع حبة البركة كويس قوي، ونزلتهم بقى كده قلبتهم في الليمون بتاعي. عايزة اقولك الطريقة دي جميلة جدا، يعني حتى لو عندك قشر ليمون انت عصراه ومحوشة القشر بتاعه، ممكن تسلقيه بتعمليه بالطريقة دي يعني، وهتبقي وفرتي وبيبقى جميل جدا. جبت بقى علبة كده بتاعة تلاجة، حطيته فيها. لو عندك برضو برطمان صغير ممكن تحطيه وتقفليه، بس انا كده ايه عندي العلبة دي، فمش هخليها برا التلاجة عشان ما تعملش ريم او وش عليها كده، خصوصا ان هي يعني مش مليانة قوي. وهحط عليها كمان شوية زيت. انا ما صورتلكوش الفيديو اللي انا حطيت الزيت عليها، يعني هحط عليها معلقتين زيت كده من فوق. ومعايا كمان هنا باقي الخلطة اللي انا عاملاها، يعني فاض شوية كده حطيتهم على الوش من فوق. ان شاء الله هتجربوا الطريقة كده وتعجبكم.
وتكتبوا لي في الكومنتات. بعد كده بقى انا هشيل ده في التلاجة زي ما قلت لكم. يعني احنا كلنا منه بعد كام يوم، فتحت عليه يعني بعد يومين كده لقيته يعني ايه لسه في سنة مرارة كده، لان انا زي ما قلت لكم مش مسويه كويس. لكن انت لو عايزة تاكلي منه بعد يومين او تاني يوم ممكن يعني تسويه شوية حلوين كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اكون بخير مع فيديو جديد ان شاء الله.